هذا كله وصلتني للجامعه نتاعي، وقت اللي انا في الفتره هذيك محقق زوز ارقام قياسيه، ونزيد توا عندي البارح نحقق رقم قياسي عالمي. المشكله اللي انا مواجهها اني انا اليوم نلقى روحي 22 جوع ما عندي حتى فرنك. الاربع شهور اللي عديتهم اني انا لنا في امريكا ما وصلني حتى فرنك. علاش ما وصلني حتى فرنك؟ هذا الكل يعود للجامعه اللي انا انتمي لها، اللي انا من نهار طلعت هوني لامريكا وليت نحس كاني انا انسان خلينا نقولوا منبوذ. ما عادش خاطر ما عندي حتى ارتباط لا بمسؤول لا بمدرب لا باي انسان متواجد داخل اساور الجامعه. وليت يعني انا اكسترن، عندي مدرب نتاعي هوني امريكي والكل، وليت انا ما عندي حتى قيمه في الجامعه. ما ثماش شكون خلينا نقولوا بلغتنا نتاع تونس يضرب عليا، ما ثماش شكون يجري عليا، ما ثماش شكون يريقل لي اموري، ما ثماش كذا. صار انه التعامل معايا صار انه بطريقه ما نجمش كيفاش نعبر، خاطر الطريقه خلينا نقولوا منحطه، ما لقيتش الكلام، خلينا نقولوا منحطه. انه انا حسيت روحي كاني ما عملت حتى شيء في الجامعه هذه وكاني واحده والكل، وحسيت انه اموري ماهيش قاعده تمشي. نفس الحكايه قاعده تحكي لي، نفس الاشكال قاعد يتعاود تحكي لي. ثم حاجات الجامعه قاعده تقول لي انه على اساس 6 7 ماي انهم خرجوا الفلوس للبنك سنترال. الفلوس صحيح خرجت، نجم نقولوا البنك سنترال 6 7 يعني مشت، صار تحويل الملف الخاص به تاع تحويل العمله البنك المركزي، لكن انه عندي معلومات انه جاء قرار بالرفض بحكم اللي الدوسي كان ناقص، وزدت بعثت الدوسي مره اخرى وكان ناقص الدوسي مره اخرى، ومن بعد يبقى جيست بقيت ورقه اف نسيت الحقيقه شنو هو، بقيت لانه لازم يكملوها وكل شيء. لان الجامعه نتاعي لا كانت حريصه على اني انا باش ناخذ فلوسي، لا كانت تفكر انه هذا رياضي محترف ولازم فلوسه، لا كانت تفكر فيا كانسانيا، كانسان عايش في غربه وما عندي حتى فرنك ومعمل على الجامعه نتاعي ان هي باش تبعث لي فلوسي. يعني انا حتى كي تحولت لنا لامريكا هزيت المونطون اللي قادر عليه اللي هو 6 ملايين اللي مرخص ليا في الباسبور نتاعي، هزيتهم كاملين وهذوك هما اللي انا عشت بهم كل شيء. لقيت روحي في وضعيه صعيبه برشا، في وضعيه خلتني نحس حقيقه، خلتني نحس بالذل. نلقى روحي انا عايش مع المنتخب نتاع الهند، نلقى انه الرياضيين اللي معايا هم اللي قاعدين يصرفوا عليا، نلقى روحي اني انا مدربي هو اللي يصرف عليا. الحقيقه انا ما حسيت بحتى شيء من عند حتى انسان، ما حد عبد انه ذل، اما انا وليت نحس في روحي كانسان هوني موجود في امريكا كانسان ذليل. كيفاش وليت اني كي نخرج راسي لوط، ما عادش نجم نهز عينيا في العباد، ما عادش نجم نحكي على العباد، حسيت ان العباد هي العامله عليا مسيه وانا موجود لهنا. هذا كله وصلتني للجامعه نتاعي، وقت اللي انا في الفتره هذيك محقق زوز ارقام قياسيه، ونزيد توا عندي البارح نحقق رقم قياسي عالمي. وفي هذا الكل نلقى روحي اني انا حتى الجامعه انه جيست بوبليكاسيون ولا مش تسال، وقتهم عندهم المعلومه اللي انا مسافر نهار 21 يعني عندي كورسه، ما سالتش الجامعه نتاعي وما لوجت على حتى شيء، وما سالوش اصلا انا ايش عملت في النتيجه، ووصلت لهم النتيجه من عند صديق رئيس الجامعه وما عمل حتى رده فعل، ولا مشى عمل حتى التليفون ما هزوش. يعني تقبلوا الرقم القياسي العالمي كانه ما ثم حتى شيء، كانه وحده، كانه راهو شنو، كانه ميساج حبوا يوصلوه، راهو كانه من الله يساوي راك انت شوف حياتك. انا راني نحب نحكي لان انا راني نمثل في الجامعه، نمثل في المسؤولين، نمثل في تونس، نلعب باسم بلادي.